ينشر عليه الكفر. يوم جاء ورفع الرافع وجاي يدور استبنه والاستبنه بينشر. دق على خوي له قال تكفى فزعلي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هذا رجل على قد حاله ودخل ورع عتيقة، سوق عتيقة، قصة شوي قديمة، مع سيارة بسيطة وبنشر عليه الكفر. يوم جاء ورفع الرافع وجاي يدور استبنه والاستبنه بينشر. دق على خوي له قال تكفى فزعلي. يقول ركبت وجيت، اللي يقص القصة خويه. كل يوم جيت ولا والله فكينا الله يعزكم استبنه ورحنا وعبيناها ورجعنا وشغلنا السيارة وقلنا وقف، أقول له وقف عند محل كفرات عشان نتأكد بعد. يقول أثر الكفرات منتهية كلها، لا استبنتها لا ظروفها ضعف صير. يقول واجي له صاحب الورشة أو المنشر قلت غيرها طقم جديد، لا هي ولا استبنتها. هو بيمشي قالوا لا أثرهم فكوا الكفرات، وش بتسوي؟ قال أنا ما عندي. قال أقول مو بشغلك، هذه هدية مني لك، أبى أغير لك 4 طيارات. يقول غيرت ال5. يقول لا يا والله. قال يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ انا وياك اخوان مخبه واحد، ولو ما انت طيب ما دقيت علي. هذا شوف خلايف انك دقيت علي وحطيتني اغلى الناس تدق عليهم يجي يساعدك. هذه بالنسبه لي فضل انت ما تعرفه. يقولوا حنا نشتغل قعدنا ابو ساعتين، له وقت عشاء يعني الساعه 9:30، وواضح ان الرجال الظاهر ما تعشى. قلت ايش رايك نروح مطعم وانت عشى؟ قال خلاص. يقول يوم جي ذاك المطعم له مليان، ويوم جينا المطعم الثاني ولا والله ما جازتني ريحته. شفت تدبير العزيز الحكيم يا اخوان في القصه. يقول يوم جينا المطعم الثالث لا والله المطعم زين ويوانس وفيه اكلات متنوعه، ودخلنا وقعدنا على الطاوله. يقول وطلبنا اكلنا وبدينا ناكل. يقول والتفت ولا في رجال انا ادوره لي سنتين ما عمري شفته، سبحان الله، ابي من 10,000 ريال. شوف كيف ومختفي عني في الطريق. يقول وانا يوم تعشيت وانقز ويشوفني ويرحب فيني واقعد معه ولا مع خوي له. كيف الحال؟ وين رحت يا فلان؟ جوالاتك غيرتها وارقامك واتواصل معك. قال والله تعرف مدري ايش هذا. قال انا ابي منك 10,000 اللي انا سلفتك اياها ذيك المره ولا رجعتها، وانا تراني محتاج اخوك. يقول خويه يسمع لان المفروض هو يبادرنا يعطيني اياها. قال ابشر مدري ايش. قال خويه انت تبي من 10,000؟ قال لي قال مرني بكره في المكتب اعطيك اياها، هذا موظف عندي وانا اعطيك اياها. هو يبي منك؟ قال لي. يقول وانا افرح. شفت كيف؟ انا يقول ترى امكانياتي بسيطه بس عندي ما يشتري كفرات الخوي. الله. يقول وارجع واقعد انا وخوي واطلع. يقول تراني اخذت الكرت والعنوان حق صاحب الشركه هاي. يقول يوم جاء من بكره واروح لاثره من راعي مصنع ذهب. يقول يوم جيتها في محلات السوق الذهب في المرقب ولا فوقهم مكتب. يقول ورقه وسلم عليه. قال انت من متى؟ قلت والله انا مسلفه لي 3 سنين ولا جاب. قال انت ايش تشتغل؟ قلت والله انا اشتغل معقب في الجوازات وفي هذا الكلام. قال والله احنا ندور بعد معقب. فتح الله. هذه اول شيء 10,000 حقت افلاء. سبحان الله. ويقول يوظفوني عندهم معقب ويعطيني 10 جوازات واروح بهالجوازات وخلصها، ويعطيني مدري فيزا مدري ايش وخلصها له، ويعطوني راتب ما تخيلته في حياتي واشتغل عنده في الشركه. مد في مد. يا اخ عبد الله ما اعزو هذا الكلام الا لي في تفريحتي لها تغيير كفرات خويي اللي والله ما كنت ارجو منها الكلام هذا. المطعم الاول ندخله زحمه، والمطعم الثاني ريحته ما بزينه، وندخل المطعم الثالث اللي فيه واحد نبي من 10,000 رب عملي اللي بشتغل عنده موجود يناديني يوظفني عنده. الله اكبر. ولذلك انا ابغى اربط شيء مهم يا اخوان، انت لا تدفع الصدقه عشان يجيك جزاءها في الدنيا. لا تتوقع ان بيصير لك واحد بيعطيك اضعاف ما دفعتها الان. لا، خل نيتك لله والله سبحانه وتعالى يعطيك على فضله وعلى كرمه وعلى حسن تدبيره. اي والله. احنا كثير من الناس يسمعون القصص يقول يا اخي انا فعلت كذا ولا صار لي، لان النيه هنا ما كانت لله. الله. النيه انك انت بتضاعف الشيء هذا. لا، خل نيتك انك تساعد الاخر لله سبحانه وتعالى. ما في شيء في الدنيا يا سلام تبيه لله ان الله يرضى عنك وان الله سخرك لمساعده الاخرين.